إنهاء العنف ضد المرأة شعار الحملة الأممية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مناسبة احتفت بها نساء الوطن بتنظيم أنشطة عديدة تكشف عن واقع المرأة في المجتمع وانتظاراتها. وصال إمغري. مهرجان ربيع القنيطرة النسائي فرصة لتمكين جمعيات المجتمع المدني من الاطلاع بدور المرأة باعتبارها محركا أساسيا للتنمية. اللقاء كان فرصة لإبراز إبداعات النساء في مجالات أخرى كالصناعة التقليدية والخياطة والفن التشكيلي والطبخ. لابد من نوهو المجهودات ديال المرأة، المسار اللي قدته المرأة، كذلك النضال اللي تبعته المرأة، واللي حنا لابد في المجالات اللي كنشتغلوا فيها خصنا ولابد نأطروهم وندعموهم ونحتفلوا بالنساء المناضلات. فعاليات جمعوية ثقافية وفنية بمدينة الدار البيضاء أبت ألا تفوت 8 من مارس دون الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بطريقتها. حفل فني نظم على شرف المرأة المغربية بكل فئاتها، لحظة اعتراف بكل ما تقدمه المرأة من تضحيات في كل الميادين. ردوا فيها الحياة حقيقة، ولحظات جميلة تقاسمناها جميع، وهذا هو الحي المحمدي. جبل على الوفاء وجبل على هذه الالتفاتات، فمرة أخرى شكرا للحي المحمدي. كنهني جميع المرأة بصفتها امرأة عازبة ولا متزوجة ولا مطلقة ولا خادمة ربة بيت، أسرة، موظفة في المكان، ترى كنحييهم على النضال ديالهم وعلى كل ما كيعطيو لهذا المجتمع. المرأة كانت وستظل شريكا فاعلا في بناء الصرح التنموي والديمقراطي للمغرب، حيث ولجت مناصب كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال، لتحقق بذلك إنجازات في مختلف الميادين وطنيا ودوليا.